قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف ان ده الجزء ال19 من حكايه مليودس، وحرفيا الحلقه النهارده عظمه، فجهز فشارك وحط اللايك بتاعك ويلا بينا. بعدما هجم وايلدو على ملك الشياطين بكل قوته، ما اخدش غير صابع واحد بس واترمى على الارض. بعدها ملك الشياطين بيهجم عليهم تاني، وبان بيلحق مليودس بالعافيه. بيفضلوا يحاولوا يهجموا عليه بكل قوتهم، ولكن مفيش حاجه بتاثر فيه. بان بيحاول يسرق قوه ملك الشياطين، فقوته هي اللي اتاخدت. الواد اتصدم وقال لي مليودس هو ايه اللي بيحصل؟ هو قوه ابوك ايه يا مليودس؟ ده مفيش حاجه بتاثر فيه. مليودس بيقول له قوته بتعكس شخصيته واسمها الحاكم، بس لسه محدش عارف هو بيعمل ايه بيها. بعدها ملك الشياطين بيمسك وايلدو كده ويحدفه في الارض عليهم، بيضربهم بعده والعيال بتلاقي نفسها بتطير. مليودس بيصحى بعدها بشويه وبيقول لهم هو ايه اللي حصل؟ احنا مش كنا بنقاتل ملك الشياطين ولا ايه؟ بان بيقول له ما حصلش حاجه خالص يا عم، ده ابوك بس اكلنا علقه محترمه ورجعنا المكان ما كنا. مليودس بعدها بيتاثر كده وبيحس انه صعب يرجع لحبيبته تاني. بيقول لهم بصوت حزين كده انا حاسس اني مش لازم ارجع تاني، انا اصلا اول لما ارجع هشوف اليزابيث وهي بتموت قدامي. مايلدو بيتاثر جدا من كلامه، وبام بعدها بيحضن صاحبه بيقول انا مش عاوزك تتشائم كده، احنا هنرجع للعالم بتاعنا تاني، وبعدها هنفك اللعنه عن حبيبتك، وانا هرجع حبيبتي إيلاين للحياه تاني. واضحك يا عم بقى علشان الدنيا مش مستاهله زعلك. وبيرزعوا واحده في ظهره كده. مليودس بعدها بيفرح من كلامه وبيعرف انه عرف يختار صاحبه. بيروحوا على ملك الشياطين تاني علشان يهاجموه، ولكن ما بيقدروش عليه. بيفضلوا يحاربوا فيه ليل نهار، ولكن كل مره بيخسروا. لحد لما في يوم كان مايلدو جسمه متعور جدا، وده بسبب حمايته لمليودس مرات كتيره. بان بعدها بيروح على الجرح بتاعه كده وبيقول له استنى اجرب عليك مهاره جديده بيستخدمها، وفعلا بيعالج الجرح بتاعه. مليودس بيتصدم وبيقول له انت عملتها ازاي؟ دي حاجه عظمه يا ابني. بان قال له اصلا انا كل شويه بحاول اسرق طاقه ملك الشياطين وفي الاخر ما بعرفش وبسرق طاقتي انا، وانا في كل قتال فضلت احاول اعمل كده لحد لما جسمي اتعود على الطاقه الفاضيه، وبقيت بقدر استخدم طاقه جسمي المسروقه واعالج بيها زي ما انت شفت كده. وكان في قمه السعاده. بعدها بيفضلوا يفكروا ازاي يهزموا ملك الشياطين، وبيخطر في بالهم فكره، وفعلا بيروحوا علشان يواجهوه للمره الاخيره وبينفذوا كل اللي خططوه. ملك الشياطين كان زهقان منهم وبيقول لهم اخركم فاضي. بان بيعمل نفسه يسرق طاقته زي كل مره، وملك الشياطين ما بيتحركش، ولكن فجاه الشيطان بيلاقي جسمه بيتاثر وبيقع ركع على ركبته. مليودس بيتاكد من قوته وبيقول له كده احنا خلاص عرفنا قوتك، انت بتعكس تاثير اي هجمه عليك وبتحولها لشفاء وقوه ليك، ولكن لو اخدت قوه شفاء فهتعكسها برضه لضعف ليك. ويلا يا رجاله بسرعه علشان نهرب من البوابه. ملك الشياطين بيقوم وبان بيثبته في مكانه، بيقول لصاحبه يهرب بسرعه وهو يفضل هنا شويه. مليودس بيوصل على الباب فعلا، بيبص على صاحبه كده بيلاقيه بيتعصر، ما بيقدرش يستحمل وبيجري عليه علشان يلحقه. بان بيقول له انت جيت ليه؟ مش قلت لك اهرب؟ مليودس قال له هو مستحيل يسيبنا نرجع احنا الثلاثه، لازم حد يعطله. بيقول لبان يرجع وانا هتصرف معاه. بان بعدها بيقول له ما تتاخرش وبيجري علشان يروح على البوابه هو ومايلدو. بعدها مليودس بدا يضرب في ملك الشياطين ولكن مش قادر عليه. بان هو كمان مش مستحمل يشوفه بيتعذب كده، بيقرر يرجع علشان يساعده. مايلدو بعدها بيتاثر من مشاعرهم وبيقول لهم سيبوها عليا. بيجري على ملك الشياطين بيفعل هجومه السري، بياخد مليودس منه، بيحدفوا على بان وبيقول لهم سلموا لي على اخويا الصغير. ملك الشياطين بيحاول ياخد مليودس من البوابه، فمايلدو بيستخدم كل قوته عليه وبيبعده. بعدها الواد بيكون جاب اخره وبيتمنى لاخوه حياه سعيده. والله على اخلاقك يا مايلدو. بعدها بان ومليودس بيبعدوا عن بعض علشان كل واحد يرجع من المكان اللي دخل منه. مليودس عند الشرنقه وبان عند هوك، ولكن فجاه واثناء ما كانوا بيرجعوا ملك الشياطين بيدخل دراعه في البوابه، بيمسك مليودس بيها. بان بيترعب على صاحبه ولكن ما بيقدرش يتحرك. مليودس بعدها بيقول له ما تقلقش عليا انا هرجع اوعدك بكده. بان بيقول له تمام وبيحط الامل في صاحبه. بعدها ملك الشياطين بيضحك وبيقول لمليودس انت بتحلم انك ترجع صح؟ انا هقتلك هنا ومش هسيبك ترجع تاني. مليودس بيتعصب بيشق له دراعه، بيقول له انا بعد ما قربت من البوابه طاقتي الكامله رجعت ولو قربت تاني مش هرحمك، وبيسيبه ويرجع. ملك الشياطين بعدها بيقعد يصيح وشكل القتال بيجيب اخره. بعدها بقى اثناء ما كان هوك واقف بيلاقي عينه بتنور كده وبان بيطلع منها. العيال ما بتكونش مصدقه بيعيطوا من الفرحه. اليزابيث بتجري عليه وبتساله على حبيبها. الواد بيقول لها ما تقلقيش مليودس شويه وهيرجع لك. البنت بتفرح جدا وكانت في قمه السعاده. بعدها بان بيقول لهم روحوا على مكان مليودس بسرعه وانا هخلص حاجه في ثواني كده واحصلكم، يلا سلام. وفي مكان القتال بقى ما بين الفرسان المقدسين والشياطين كانت إيلاين جابت اخرها، بتستخدم كل قوتها علشان تحميهم وجسمها جاب اخره. بتلاقي شويه
شياطين بيهجموا على ماترونا كده، فبتستخدم كل الطاقة الباقية عندها وبتحميها. أجنحتها بتختفي وطاقتها كمان بتختفي، بتقع على الأرض وخلاص هتموت. بس فجأة الأسطورة بان بيوصل على المكان، بيخلص على كل الشياطين اللي قدامه، بيروح على حبيبته وبيلحقها. البنت بتفرح جدا لما بتشوفه، ما بتكونش مصدقة عينيها، بتقول بعدها أنا استخدمت كل قوتي علشان أحميهم، وشكل ده آخر حضن منك. بعدها بتغمض عينيها. الكل كان بيتفرجوا متأثرين من المشهد ده، ولكن بان كان ساكت كده. بيقول لها ده مش هيكون الأخير. بيستخدم قوته، بيديلها طاقة حياته بواسطة التقنية الجديدة. إيلاين بتفوق وبتقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت كده مش هتكون خالد وهينفع تموت. بان قال لها مش مهم، أهم حاجة انك تكوني معايا. البنت بعدها رجعت لطبيعتها، قلبها بدأ يدق تاني. بان بياخدها في حضنه، وجمال جمال والله. بعدها ومن جانب آخر كان الشيطان الأول ظهر، وده بعد اندماج كيوزاك وتشاندرا اندماجهم الكلي. الشيطان ده طاقته كبيرة جدا والكل بيتصدم منه، وحرفيا محدش مصدق. اسكانور بيطير عليه علشان يضربه ولكن مش قادر يلمسه. مارين قال ايه بتهجم عليه بشعاع وبتحاول تقتله. الشيطان بيضربها بنفس الهجوم وبيكسرها. اسكانور بيتعصب وبيحاول يهجم عليه، وهوبا الشيطان كسر دماغه. محدش هيقدر على الوحش ده. ولكن فجأة الشيطان بيحس بطاقة كبيرة داخلة عليه، وهوبا رمح كينج بيوصل على مكانهم بيصيبه. ده ازاي كده؟ وبيتضح ان كينج حاول يساعد بأي حاجة لحد لما يوصل هو وفرقته، وبسبب المسافة اللي ما بينهم مش هيعرف يستخدم غير هيئة واحدة من سلاحه. في الوقت ده كان الشيطان الأول صد هجومه بسهولة، ولكن كينج بيفاجئهم. بيحاول الرمح لهيئة تانية وبيدمر المكان باللي فيه. مارين كانت اخدت بالها ولحقت اسكانور بسرعة من الهجوم ده، وطبعا كده عرفت ان كينج بقى جامد اخر حاجة. بعدها الهجوم بيختفي ومحدش بيحصل له حاجة. زلدريس بيقول للشيطان خليك انت في اسكانور ومارين وانا هواجه الجنية ده. وبدأت المعركة ما بينهم وشكلها هتبقى معجنة. في الوقت ده بقى كان لوديشيلي وهندريكسن وغيلا قاعدين في جنب كده بيتفرجوا على المعركة من بعيد، والظاهر انهم زي قلتهم. لوديشيلي كان لسه عمال يعيط مش قادر يعمل اي حاجة. بيقول بعدها لهندريكسن خدني على مكان اخويا، بيترجاه يعمل كده. هندريكسن اول لما شافه في الحالة ديت ما سماش عليه، استخدم تقنية التطهير على مارجريت وخرج لوديشيلي منها. غيل بعدها بيلحق حبيبته ومستغرب هندريكسن عمل كده ليه اصلا. هندريكسن قال له انا عارف اني بعدتك عن حبيبتك 10 سنين قبل كده، انا كنت السبب في انها يستحوذ عليها اصلا، ومش هستحمل تفضل بعيد عنها اكتر من كده. انا عاوزك تاخدها وتهرب من هنا وتعيشوا مع بعض بعد كده. المعركة ديت خطيرة عليك ومش هتقدر تعمل اي حاجة. غيل بعدها بيتأثر جدا من كلامه وبياخد حبيبته وبعدها بيمشي. ولوديشيلي كان واقع على الارض ومش عارف يعمل اي حاجة. في نفس هذه الاثناء كان الكل شغال ضرب في بعضه والمعركة متكافئة الى ابعد الحدود. كينج بيحاول سلاحه لهيئة الحارس وبيضرب زلدريس بيها. الواد بيطير بسبب هجومه وبيضحك كده. وفجأة الاربع وصايا اللي كانوا سابوا مايل كانوا متجهين الى مكان مليودس، ووصية ميلاسكولا هي كمان بتتفاعل معاهم وبتنضم لاخواتها. وهوبا الخمس وصايا دخلوا في الشرنقة كده. مجرد وقت وملك الشياطين هيوصل. مارين بتشغل دماغها بسرعة وبتقرر تعمل تعويذة توقف الوقت بيها. بتبدأ تعمل التعويذة فعلا وبتقول لإسكانور وكينج يحموها. التعويذة هتاخد 20 دقيقة ولازم يستحملوا الفترة ديت. زلدريس والشيطان الأول بيهجموا عليها بكل قوتهم، ولكن العيال بتصد الهجوم بالعافية. اسكانور في الوقت ده كان بيجيب آخره، حرفيا ما عادش قادر يستحمل. لوديشيلي هو كمان كان واقف وبيتكلم مع هندريكسن عن سبب فعلته ديت. بيقول له انت ليه خرجتني وسبت جسمي معرض للتلاشي؟ انت ليه عملت كده؟ هندريكسن وقتها بيحكي له عن الاتنين دول والمعاناة اللي سببها لهم قبل كده. بيقول له بعدها انت معاك جسم استخدمه زي ما انت عاوز، حتى لو هتقتلني ما عنديش اي مشكلة، بس اهم حاجة سيبهم يرجعوا لبعض تاني. لوديشيلي بيتأثر جدا من كلامه، بيقرر يعالجه. بيقول له بعدها انت شبه واحد صاحبي كنت بحبه جدا من زمان، انا مش هسيب تضحيتك دي تروح على الفاضي. وفي الوقت ده كان الشيطان الاول ضرب اسكانور وطيره في السماء، بيجهز خلاص علشان يقتل مارين. وهوبا لوديشيلي بيظهر بهيئته الفتاكة، بيقول لها ما تقلقيش من حاجة انا هحميكي، بس اهم حاجة تخلصي اللي بتعمليه. وفي نفس الوقت ده بقى كان اسكانور طاير في الجو كده، عمال بيرجع لشكله الضعيف، مش قادر يتكلم، بيستنجد باي حد يلحقه. بيقول يا رب حد يلحق صحابي، عاوز ينقذهم بس مش قادر يعمل حاجة. جسمه جاب اخره وحرفيا اسكانور هيموت. ولكن فجأة مايل بيمسك ايده بيشكره على مجهوده وبيقول له ارتاح انت بس شوية يا بطل. وفي الوقت ده واثناء القتال كان لوديشيلي بيستخدم كل قوته علشان يقتل بيها الشيطان الاول، بيصد كل هجماته وبيضربه كمان. وحرفيا لوديشيلي في الاول عظمة، بس في الاول بس يا صديقي. الشيطان بعدها بيستخدم سحره، بيبدأ في الهجوم بشراسة اكبر عليه. لوديشيلي ما عادش قادر يصد الهجوم ده وشكله بيجيب اخره. في نفس الاثناء ديت بقى وقبلها بشوية كانت
اليزابيث عالجت اسكانور ورجع كويس تاني. بيسأل بعدها مايل وبيقول له هو انا السحر بتاعي ده كان ليك قبل كده؟ لو ينفع تاخد السحر ده دلوقتي بالله عليك خده وحارب بيه علشان تنقذ اصدقائي، انا بترجاك تساعدهم. مايل بيرفض طلبه وبيقول له لا، السحر ده كان بتاعي زمان بس انا غرقت في الظلام والبركه بتاعتي سابتني وراحت لك انت، فخلاص ده بقى سحرك انت يا اسكانور. اسكانور بيقول له بس انا دلوقتي بجسم ده مش هعرف استخدمه، بالله عليك ساعدني وانقذ اصدقائي، ولو مش عاوز تاخد طاقتك ديت فانا هسلفها لك دلوقتي وبعد الحرب هاخدها منك. مايل بيتاثر من عزيمته بياخدها منه. وفي الوقت ده كان الشيطان الاول بيهجم على لوديشيلو وخلاص هيقتله، ولكن انت متخيل انه هيقتله يا صديقي؟ لا والله، السما فجاه بتنور، الشمس بتطلع وسط الضلمه، مايل بيظهر بطاقته الفتاكه وشكله هيخرب الدنيا. بيقول لهم بعدها انا ممكن اسيبكم في حالكم لو اتخليتوا مع مليودس دلوقتي، لكن لو ما سبتوهوش فجهزوا لعقابكم بقى. الشيطان الاول بيتعصب من كلامه بيهجم عليه بكل قوته. مايل راح مديله واحده فلورال صن مكسر بيها دماغه. زلدريس وقتها بيتعصب وبيستخدم مهارته السريه. مايل بيتشد فعلا، ولكن فجاه سيف زلدريس بيسيح. ده مايل يلا. زلدريس وقتها بيتعصب بيبدا في الهجوم بكل قوته. مايل بيصد هجماته وبيحاول يثبته. ما عادش غير 3 دقايق، ولو فضلت الدنيا كده زلدريس هيخسر. الواد وقتها بيتعصب جامد وبيطير على مايل وبيشقه. بيطلع بعدها في السماء وبيعمل هجوم شامل على الكل على امل انه يصيب مارين ويبطل هجومها. الكل بدا يحميها في الوقت ده، ولكن كينج بيفعل هيئته وبيخلي كل كلامهم ده على الفاضي. زلدريس وقتها بيتعصب اكتر، بيروح على تقنيه كينج وبيحاول يكسرها، بيضرب على اخره، ولكن مش هتعرف تعمل حاجه يا صاحبي. مايل وقتها بيظهر وراه وهوبا بيشقه. مارين بتخلص التعويذه. الوقت في الشرنقه بيثبت، حتى العصفور اللي كان معدي جنبها ثبت هو كمان. ده ايه الحلاوه ديت؟ زلدريس هو كمان كان جاب اخره وخلاص وقع على الارض مهزوم. بيفتكر حبيبته غلدا، ولكن دي كانت اقصى درجات تحمله. الكل بعدها بيحتفل بانتصاره وبيجهزوا علشان يحرروا مليودس. هوك بيتحول لهيئته ديت وبيجري كده علشان يبص عليه، ولكن بوم بيتفاجئ ده الشرنقه مقطوعه ما فيهاش حاجه. مليودس هو كمان بيظهر بشكله الجديد بعد تحوله وشكلها هتولع يا صديقي. زلدريس في الوقت ده كان فرحان جدا وبيكلم اخوه بيقول له انا وفيت بوعدي زي ما قلت لك، وانت لازم تحرر غلدا دلوقتي وتوفي بوعدك. مليودس بعدها بص له كده استهزأ بيه، قال له انت ومليودس شويه مغفلين مش اكتر، فكرتم اني اسيب العرش لواحد فيكم وكله بيصارع علشان يبقى الملك، انتوا شويه اغبياء. زلدريس مصدوم، كل اللي واقف كمان كان مصدوم. ده مش صوت مليودس، مين اللي بيتكلم ده؟ زلدريس عارف الصوت، بيقول له انت ملك الشياطين، ايه اللي جايبك هنا؟ انت مش قلت انك عاوز مليودس يكون الملك؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول له انت اللي غبي مش اكتر، انا كنت محتاج جسم شاب وقوي اعرف استخدمه، ولما الوصايا ال10 بتقعد في جسم واللي هي اصلا جزء من قوتي بقدر اتجسد. يا حلاوه، ده شكلها هتبقى مجزره. وفي الجانب التاني بقى كان بان بيودع إيلاين وبيقول لها انا رايح على مكان صاحبي علشان انقذه. البنت بتوافق على كلامه وبتقول له خد بالك من نفسك. بان بيقول لها تمام وبعدها بيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده كانت اليزابيث راحت على حبيبها علشان تكلمه، بتحاول تخليه يرجع لجسمه ويخرج ملك الشياطين منه، بس الشيطان بيقول لها لا، انت بتحلم انه يسمعك، هو ممكن يحاول يخرج دلوقتي بس ايه رايك اما اقتلك قبلها، وبكده هخليه ما عندوش امل يرجع تاني. بيهجم عليها بكل قوته، جسر بيلحقها بالعافيه. مارين بتحاوط الكل بسحرها وبتحاول تفادي الوحش ده. ديانا بتهجم عليه، كينج هو كمان بيضربه، مايل كمان بيساعد. متخيل بقى ان في حاجه هتاثر عليها صديقي؟ والله الشيطان بيصد كل هجماتهم بالحزام بتاعه وما بيتحركش اساسا. بيأمروا في الهجوم عليهم، وبهجوم واحد كان الكل اتدمر الا هوك كان لسه جوه سحر مارين. وقتها بقى الخنزير قال له انت عمال بتتفشخر ليه؟ قاعد بتتكلم وبتتعارك ومش سايب ابنك في حاله ليه؟ ده انت اب ما فيش منك فايده صحيح. ملك الشياطين بيتعصب من كلامه، بيكسر السحر اللي عليه، بيمسكه بيضغط عليه اكتر، خلاص هيقتله. وفجاه هوك بيختفي من ايده. بان وصل بطاقته الجديده وشكلها هتقلب مدعكه. بيحتف لهم هوك كده وبيقول لهم خدوا بالكم منه. بتبدا المعركه ما بينه وما بين ملك الشياطين والكل بيطير. الشيطان كان عمل اعصار كبير محمل بطاقه مسمومه وكسر بيه كل اللي حواليه. كينج حمى اصحابه بسحره، ولودوشيل حمى اخوه كمان بطاقته. بس يا ترى بان هيقدر يقف جوه الاعصار ده؟ والله الشيطان بيهجم على بان تاني. الواد بيفادي هجماته بسرعه، بيكسر
دماغه، العاصفة بتخلص، طاقة كينج كمان بتنتهي، بيرجع صغير تاني. الكل بيتفرج على اللي بيحصل ده. بان والشيطان بيتواجهوا بكل قوتهم. طاقة بان زادت جدا بعد ما رجع وبقى بيقارع ملك الشياطين. بيفضلوا على الحال ديت لفترة وبان بينضرب، بس فجأة ملك الشياطين جسمه كله بيوجعه، ما عادش قادر يستحمل، وده لأن مليوداس كان بيحاول يرجع جسمه ومش سايبه لأبوه. وفي عالم الأرواح أو جوه دماغ مليوداس كان الواد بيتعارك مع أبوه ومش سايبه، بيحاول يرجع لجسمه. بان هو كمان بيتعارك معاه بره ومحدش سايبه في حاله. ده شكلها هتقلب ولا ايه؟ الكل كمان كان حس بروح القائد بتاعهم وعرفوا انه بيحارب جوه. بتشتعل المعركة ما بين كلا الأطراف والدنيا خلاص بقت مجزرة. بان بيضرب الشيطان بره ومش رحمه نهائي. مليوداس هو كمان بيضربه جوه وبيقطع له دراعه. هم هيعملوها ولا ايه؟ لا والله. ملك الشياطين بعد ما لقى نفسه خلاص هيخسر بدأ يكذب على مليوداس. قال له انت مش شايف اللي بيحصل بره ولا ايه؟ تعالى لما اقول لك انا بره قتلت حبيبتك، صحابك كلهم كمان اتقتلوا، محدش مستنيك دلوقتي، وكل اللي تعرفهم خلاص ماتوا. مليوداس وقتها بيتأثر جدا، ما بيكونش عارف يعمل ايه، عينه بتتقل، بيحس انه عاوز ينام، مش قادر يقاوم. ملك الشياطين بيضربه بعدها وبيستحوذ على جسمه اكتر. بيضرب بان بره هو كمان ومحدش بقى قادر عليه. اليزابيث والكل وقتها بيعرف انه بدأ يضحك على مليوداس جوه، وبيقرروا يروحوا هناك ويساعدوه. جوسر بيجمعهم كلهم وبيستخدم قوته عليهم. وهو في الوقت ده كان مليوداس خلاص بيغمض عينه، شكله هيقفلها للأبد. بس فجأة بيسمع صوت حبيبته بتقول له ما تستسلمش. جوسر والكل كمان بقوا جنبه بيقولوا له احنا معاك، مش هنسيبك، ما تقلقش، انت مش لوحدك. وقتها مليوداس روحه بترجع له تاني وكان في قمة السعادة. اليزابيث كمان اخدته في حضنها وفرحت جدا علشان شافته. ملك الشياطين بيتعصب منها وبيكون خلاص هيقتلهم، بس فجأة مليوداس بيفوق له بيكسره، بيقول له هي دي اللي ماتت يا كداب يا عر انت، ما تفكرش اني هسيبك. بيجمع كرات اكتر حواليه بيضربوا بيها. ملك الشياطين مش قادر عليه ولا عارف يعمل حاجة. بيحاول يقتل اصحاب مليوداس في العالم الحقيقي. بيضرب بانو وبيرميه بعيد عنهم. بيخرج الحزام بتاعه وبيطيره لفوق. بيتحول كائن مرعب جدا. بان بيحاول يقتل الكائن ده بس الشيطان بيضربه. الكائن بيطير تاني بيجهز خلاص علشان يقتلهم، بس في اخر لحظة لوديشيل ومايل بيتدخلوا بيحموا كل اللي واقف. الكائن ده طاقته مرعبة جدا وحرفيا لوديشيل اللي بيجيب اخره بيستخدم طاقة حياته في حمايتهم وخلاص ما عادش قادر يتحمل. بان بيحاول يقتل الكائن ده بس ملك الشياطين مش رحمه، عمالين يضربوا في بعض. لوديشيل خلاص بيجيب اخره، بس فجأة شخص بيظهر من وسط الدمار ده بيطير في الجو وبيقتل الوحش ده وبيطلع زلدريس في الاخر. انت لسه قادر تتحرك؟ ده انا فكرتك اتقتلت يا عم. زلدريس وقتها بيقول لملك الشياطين بص كده، اولا انا عاوزك تخرج من جسم اخويا علشان ليا كلام معاه، ثانيا انت بتعمل ايه هنا؟ انت مفيش منك فايده ولا ايه؟ ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول له انت اللي مفيش منك فايده، كنت بتتقابل سر مع مصاصة الدماء ديت وكنت بتحبها جدا، كنت عاوز تكون ملك الشياطين علشان تعيش الكل في سلام مع بعضه، انت عيل مغفل وساذج وعلشان كده هقتلك. بيخلي الحزام بتاعه يتكون في شكل جديد، بيهجم على زلدريس تاني، حرفيا بقت معجنه. في نفس الوقت ده كان مليوداس وسط عالم الارواح ومتشجع جدا باصحابه، عمال بيضرب وبيذل في ملك الشياطين وخلاص على وشك انهائه. بيشكرهم بعدها على اللي عملوه وبيقول لهم روحوا دلوقتي هناك وساعدوا بان لحد لما اخرج. العيال بتسمع كلامه بيخرجوا فعلا. في الوقت ده بقى كان زلدريس عمال يقاتل في الكائن ده وبينضرب من كل حته. بيفتكر كلام اخوه بعدها لما طلب منه ياخد غلده ويهرب برضه، بيقول في باله يا ريتني سمعت كلامه. بيفعل بعدها التقنيه الاسطوريه بتاعته على المخلوق ده وهوبا كسره. بينده على مليوداس بعدها علشان يخرج باعلى صوته، بس فجاه ملك الشياطين ضربه. الضربه كانت جامده جدا وزلدريس وقع على الارض من قوتها. بان بعدها بيتعصب من الشيطان بيقوم له وعمال يضربه بكل قوته. ملك الشياطين بيضربه هو كمان. الوضع اخر معجنه. مليوداس في عالم الارواح ما كانش مسمع على ملك الشياطين برضه، خلاص القتال بيجيب اخره. الشيطان بيقع على الارض خلاص هينتهي. الكل واقف ومستني مليوداس يطلع، وملك الشياطين بيقرر تدمير جسم مليوداس قبل ما يخرج، عمال يضرب جسمه في كل حته علشان ما يرجعش. بان بيجري عليه بعدها كده وبيمسكه. الكل كمان بيحاول يساعد باي حاجه، بيحوطوه بحاجز كده ولكن بيكسر الحاجز ده. بعدها ديانا بتستخدم تقنيتها عليه وبتطيره لفوق. بان بيطلع هو كمان فوق الحاجات ديت وهوبا البوكس اللي هيجيب النهايه. حرفيا قوه بان بقت مرعبه. واخيرا مليوداس بيرجع تاني. اليزابيث دموعها بقت في عينيها
الكل فرحان ومش مصدق اللي بيعملوه، ده ايه الجمال ده، لوديشيلو الكل حرفيا مش مصدق. واخيرا انتهت المعركة بانتصار الخطايا السبعة، وانتهت معاها الحرب المقدسة. المهم بقى لحد هنا كفاية النهاردة، لو عاوزين الجزء العشرين اكتبولي في التعليقات، وما تنساش برضو اللايك والاشتراك يا عم، وسلام سلام سلام.